الثاني مطلق مرته، لقى ده قاعد ومطلق مرته، كل واحد فيهم ما عارف الثاني. ده سأل القاعد جنب البحر، قال لي انا طلقت مرتي، السبب المباشر للطلاق شنو؟ ده قال لي قال لي السبب المباشر للطلاق شنو؟ القاعد جنب البحر قال لي الزواج. الزواج هو السبب المباشر للطلاق. نشوف السودانيين بيعرسوا كيف. الضناقلة من السعودية ضرب لأخواته في السودان، قال لهم العروسة اللي ترسلوها للسعودية على شرط لازم تكون طويلة وبيضة وحلوة وشغالة. رسلوا لي اللاج. شغال في البنك واقنع صاحبه، قال له تعرس اختي، وذاك ما شاف اخت الثاني. انتهى العرس لما مشى شهر العسل، يا زول اللي قال لك العروس شيء مبالغ فيها، اداها لك قسيمتها فيها، قال لها اديها لاخوك. اخوها لما شال القسيمه قربها بورا، لقى صاحبه كاتب لها ارضي. الولاده ذاتها قسمه. عندنا جارنا في الحله يتزوج عريس، الولده الاولى جاب تيمان، الولده الثانيه تيمان. ود عمير رباطابي ساكن جنبنا، قال لي والله جارنا ده تقول معرس له بطاريه، كل ولده شايله لها حجرين. الولده الثالثه جابت تيمان، رباطابي مشالي في السمايه، قال لي مرتك اللي بيجيب اثنين دي بتولدها وين؟ ده قال لي في المستشفى الصيني. رباطابي قال له الصيني ده بشريحتين. عندنا طرائف سودانيه يا جماعه حقتنا برانا، وانا بهديها لناس السلام الليله. نحن سميناها برانا لانه كلمه برانا ذاتها حقتنا برانا. العرب بيقولوا لي وحدي لحالي، دارت عارفه السوداني اسال وقال لي جمعك منو؟ يقول لك براي. طوالي تعرفوا سوداني. نحن عندنا كلمه الوحيدين اللي في العالم اللي بنقولها، السوداني زول الوحيد اللي بيقول ده برا تعرفوا سوداني طوالي. تقول له مشيت، تقول لك ده برضه تعرفوا سوداني. وفي واحده حقت النسوان، عليك انا الله الصغار صغار ده ما تتعلم لا حاضر. تقول لها الليله ماشيه الاحتفال، تقول لك دي اجابه. والعجب لما يقولوا لك ناس البيت في التليفون اجيب معايا السكر، يقول لك ما سامعك، اجيب ولا ما اجيب؟ عليك انا دي اجابه. برا بيضحكوا فينا يقول لنا كلامكم ما مفهوم. السوداني يتكلم مع الثاني يقول لك ولا يقول لك تذكرتني، ولا تقول لي جاتك ترقيه يقول لك ها. دي حقاتنا برانا، ما في زول بيقول غيرنا في العالم. سافرنا لبريطانيا لجاليتنا، ومن عبركم عبر النيل الازرق بنحيي جاليتنا في بريطانيا. الضابطه الانجليزيه اخذت جواز واحد معانا في الفرقه وما في داعي لاسمه. قامت قالت له This your passport؟ قام قال لها الضبط عادت له سؤال ثاني، قالت له Is this your passport؟ قام قال لها ولا فتحت جوازه، ودته له طوالي قالت له سودانيز ويلكم. وانا بحيي الناس اللي فازوا الليله بالجوائز، وفي ناس يا اخواننا محظوظين في الجوائز، وفي ناس اصلا ما بتديهم كله. يا اخي ده نهائي، قدر ما شارك له في مسابقه نهائي مدته، قدر ما شارك يفتح الجريده فلان فاز. زمان كان في كوريلات بيوزعوها جوائز، قاعد في البيت قال والله لو جاتني كوريلا جائزه كان اعرس المرأة هناك سامعاه. بعد شويه الكهرباء قطعت، يا مرة الكهرباء ما لقت ليه قطعت، لكن ولع نور الكوريلا. وده دكتور طبعا طبيب شاطر جدا، كاتب اعلان كبير، اذا عالجناك تدينا 100 واذا ما عالجناك نديك 200. جا واحد قال مقطعه، جا الدكتور
قال لها يا دكتور انا بديت الذوق عندي بقى ما في، قلت ما اتذوق اي طعم. قال لها جدا يا ممرضه قزازه 33 جابتها شطه قبانيت جايبينها من الدمازين، اخذ له معلقه صاحبنا ده نط فوق قال له دي ما شطه، قال له مبروك اتعالج تجيب ال100. شال ال100 قال والله ما اخليه 100 مدينه. جا راجع له ثاني قال له يا دكتور المره دي علاجي صعب. قال له شنو؟ قال له فقدت الذاكره. قال له جدا يا ممرضه القزازه 33. قال له دي ما حقت القبانيت. قال له مبروك اتعالج تجيب ال100. وده واحد من اهل العرب ده اول مره يتخرتم ويتبندر، داير يركب له ريحه مشله بتاع تركيب العطور، شغال في تركيب العطور رباطابي. العربي فندر طاقته وخش له قال له اجانا دريت تركيبه ريحه بخت لها في العراقي ده الحله شتى شمها. رباطابي قال ليه لا اعمل لك ريح تابري. ومرق من تركيب الريحه داري مخافي على الراقي ده عنده ويكا بدون مؤاخذة راكب حمار ولف بالعمارات. الويكو ها ناس السلام، الويكا الويكا الويكو. واحد من شباب العمارات ديل بالبلكونه فوق قال لي يا عمو انت من زمن الويكا؟ شنو الالفاظ دي؟ قال له اجانا ده الفاظ وقلت لكم بوق تفتح فيني بلاغ. لك ده ما تاريخ ورث، الخشب ده من زمان بناكل فوقه. الويكو يا عمو بالغت بك شنو، لكن في زمن زي ده زمن ويكا. وين البرجر وين الهامبرجر وين البيتزا؟ الويكو يا عمو انت بتبالغ، انت لاسه في الويكا الناس طلعت القمر. قال لا اجينا طلعوا القمر ده لابوك فوقهم. الواد قال لي لا، قال لها الويكو. في فقرتنا دي الحضور الكريم برحب في معيتي الأستاذ عثمان مختار أحمد مدير عام مصرف السلام، والأستاذ بابكر عبد الرحمن مدير إدارة الاستثمار والتسويق. وحابين دي الفقرة الأجمل نقدر نقول توزيع جوائز مسابقة شهر رمضان المبارك الماضي، ونحيي الفائزة الأولى معانا نعمات علي نقض الله علي. تحية كبيرة لنعمات، فائزة بجائزة وقدرها 25,000 جنيه. مبروك الجائزة المقدمة من مصرف السلام. إن شاء الله عقبال كل الباقين. الفائز